يا مساء الفل عليكم. تعالوا بقى كده، بما ان الجو بره تعالوا نشغل الفرن وندفي البيت. مكوناتك حواليكي كده، وتعالي بينا نشوف هنعمل ايه. النهارده هنعمل احلى ميني بيتزا. الاطفال طبعا بيحبوها جدا، وبتبقى من بره مش قد كده. فتعالي نعملها علشان لو حابه تديهم منها مثلا وهم رايحين المدرسه، او تعيني منها في الفريزر وتطلعيها وقت الاستخدام. معايا هنا لبن رايب، لو عندك لبن وقطع منك، او لو انتي عندك لبن رايب اصلا، او لو عندك زبادي مثلا ومش هتاكلوه حطيه في الفريزر لحد ما تيجي تستعمليه، هتطلعيه وتسخنيه هيبقى معاكي بالشكل ده كده، هيبقى لبن رايب. ما عندكيش لبن رايب خالص هنستخدم زبادي. ما عندكيش خالص هنستخدم لبن بودر. انا عن نفسي بحب استخدم كل دول مع بعض علشان بيدوني طراوه وحلاوه جدا للعجين. النهارده الموضوع سهل جدا معايا، وهستخدم نص كيلو دقيق بس هيطلع لي كميه محترمه. معايا زي ما قلت لكم اللبن الرايب والدقيق، معايا بيكنج باودر، ومعايا خميره نظيفه، ومعايا زيت زيتون على زيت عادي، بس يعني لو انت بتحبيش طعم الزيت زيتون خليكي في الزيت العادي. ومعايا كمان ملح وسكر وتوم باودر وبصل باودر وزعتر. معايا صلصه كمان من اللي هي بتاعه المكرونه العاديه خالص، اللي هي صلصه بتوم عادي وخل. لو انتي ما عندكيش صلصة، انا دي كانت باقية معايا من المكرونة، ما عندكيش صلصة، هتجيبي شوية صلصة من المعلبة وتحطي عليها شوية زعتر وشوية توم باودر وبصل باودر وشوية خل، وتقلبيهم كده في بعض، ولو عندك معلقة كاتشب كمان حطيها. كده المقادير بتاعتي واضحة. معايا كمان طماطم وفلفل، ومعايا سوسيس او هوت دوج زي ما بتقولوا عليه، وطبعا الجبن. هحط كده اللي معايا دوت يعني نص كيلو وشوية، فانا هحط النص كيلو بس وهسيب شوية على الجنب عشان لو احتجت تاني دقيق ابقى ازود. نص كيلو دقيق هحط عليه 3 معالق كبار من الزيت، يعني يعادل يعني داخلين على نص كوباية كده من الزيت. هحط كمان معلقة كبيرة من البيكنج باودر، معلقة من السكر، معلقة من الملح، شوية كده من التوم البودرة والبصل البودرة، وشوية من الزعتر. الخميرة بتاعتك تكوني عارفة ان هي نوع كويس وبيخمر كويس. حطيت كيس خميرة، وحطيت معلقة كمان من الخل بتدي لون ابيض، وكمان بتدي طراوة العجين. حطيت كمان اللبن الرايب عندي في حدود كوباية الا ربع. طبعا انا بحط في الاول كمية سوائل بسيطة، وبعد كده انت عينك ميزانك بتزودي وانت بتعجني. حطيت كمان معلقة لبن بودر بتدي للعجين طراوة مش عايزة اقولك. عايزة اقولك كمان لو انت عندك مايونيز حطي معلقة وتفرجي على جمال العجين، سواء طعم او لون او قوام. دلوقتي انا عندي كبة فيها السلاح اللي هو البلاستيك دوت، بيعجن حلو جدا. لو ما عندكيش يبقى على ايدك او على عجان لو عندك. معايا ميه دافيه وعجنت بيها كده، فضلت ازود الميه تدريجي لحد ما لقيت العجينه كلها كده لفت حوالين بعضها، ولقيت الكبه معايا نظيفه. يبقى كده خلاص انت العجينه بتاعتك تمام. بتبقى بتلزق حاجه بسيطه جدا، ولكن لما بتيجي تعجنيها كده بتسيبش مكان، ما بتسيبش يعني اثر مكانها. يبقى انت كده العجينه بتاعتك ناجحه وليها مطه كده وحلوه. خلاص هنسيبها في مكان دافي لمده ساعه مثلا كده ان هي تخمر. في الوقت دوت نكون قطعنا باقي الخضار بتاعنا والحاجه بتاعتنا. هنا هي اتخمرت معايا، وانا قطعت السوسيس وقطعت الطماطم والفلفل. بتقطعيها كور كده على حسب ما انتي عايزة الحجم بتاعها. خليها رفيعة شوية عشان هي لسه بتزيد في الفرن، يعني هي لسه بتعلى شوية عن كده في الفرن. السمك اللي انتي شايفاه ده كده. عايزة تصغريها عن كده لان انا عاملاها كبيرة، لو صغرتيها عن كده هترمي معاكي كمان كمية اكبر. من الحاجات الممتعة في الشتاء هي العجين يا جماعة، يعني بجد بيدفي البيت. غير طبعا ان الاطفال بتحب الحاجات اللي هي السريعة دي. هعمل العجينة كلها بالشكل ده، وشايفين نص كيلو دقيق اعمل معايا ايه يا جماعة؟ يعني توفير التوفير. عايزة اقولك كمان ممكن تعملها مشروع هتبقى جميلة جدا. عملتها كده في صينيتين. هجيب بقى الصلصة بتاعتي. لو انت عايزة العجينة ما تعلاش معاكي قوي، هاتي شوكة وخرمي بيها العجينة اللي احنا عاملينها دي. هجيب الصلصة بتاعتي دي طعمها حلو قوي عليها كل التوابل بتاعتها. هقوم عاملة على كل واحدة كده بالفرشة شوية صغيرين كده مش كتير. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تضغطي لايك واشتراك في القناة. هدهن كله بالشكل ده كده، وطبعا الحشوة بترجع لك انتي، اي حشوة بتحبيها ممكن تحطيها. ممكن تحطي حشوة خضار بس، يعني فلفل وطماطم بس وزيتون مثلا لو عندك.
عندك لانشون مثلا ممكن تحطي، عندك لحمة مفرومة، عندك اي حاجة، بواقي فراخ، اي حاجة. البيتزا دي من الحاجات اللي بتلم الحاجات اللي في التلاجة اللي انت مش عارفة توديها فين. فانا كان عندي سوسيس كده، فانا هحطه، مع ان هو مش صحي يعني، بس انا هحطه البيتزا، بيبقى طعمه حلو فيها. هحط كده على كل واحدة شوية فلفل وشوية طماطم وشوية سوسيس، وهضغطهم كده بإيدي علشان يثبتوا على القاعدة بتاعة البيتزا بتاعتنا، علشان ما يوقعوش يعني من عليها. هكون مجهزة معايا كمان جبنة موتزاريلا، ومجهزة كمان جبنة مشكلة، يعني موتزاريلا على شيدر على رومي، اي نوع بقى انت بتحبيه، يعني الانواع دلوقتي كتيرة جدا في السوق. في الوقت ده كده انت بتكوني مولعة الفرن بتاعك ومسخناه كويس، وانت بتجهزي الخطوات الاخيرة دي. شايفين انا بضغط عليها ازاي يا جماعة، عشان الحشوة بتاعتي دي ما تقعش او تفرول كده من على العجين. في ثواني كده هتلاقي نفسك خلصتي وعملتي حاجة حلوة لولادك بسرعة. الصواني دي يا جماعة عايزين تدهنوها الاول دهنة زيت، وكمان لو عايزين ترشوا رشة سميد كده بتبقى حلوة جدا برضو تحت البيتزا. مشغلين الفرن من تحت بس، اول ما بنشوفها احمرت كده من الجوانب، لو انت عايزه تولعي عليها الشوايه تاخد لون تمام، هي احمرت لوحدها خير وبركه، حسب ما انت عايزه. هجيب كده الاول الجبنه المشكله احطها كده من تحت، وبعد كده هجيب الجبنه الموتزاريلا احطها من فوق. لو عندك نوع جبنه واحده بس برضو عادي. عايزه اقولك ان المخابز اللي بنجيبها من المخابز ما بنلاقيش عليها جبنه اصلا، يعني بنلاقي عليها صلصه وطماطمايه كده وحته فلفل وخلاص على كده، تبقى طبعا غاليه كمان. هحط كمان الجبنه الموتزاريلا، وهدخلهم الاتنين على درجة حرارة 180 في الرف اللي هو يعني فوق اللي تحت بشوية، يعني فوق اللي تحت بدرجة. هتدخليها على درجة 180، ما بتاخدش وقت ابدا، يعني ممكن تاخد ربع ساعة 10 دقايق مثلا، انت بتتابعيها. زي ما قلتلك اول ما بتلاقيها احمرت من تحت تتابعيها علشان خاطر ما تتحرقش منك ولا تنشف، وهتقومي مولعة عليها الشواية لو احتاجت، ما احتاجتش واحمرت لوحدها من فوق تمام. برضو بضغط على الجبنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده برضو علشان تثبت معايا. دخلتها الفرن، واول ما طلعتها بقى بالشكل ده كده معاكم، ممكن تجيبي بخاخ ميه وترشي عليها علشان تفضل طريه كده وحلوه معاكي. شكلها جميل جدا يا جماعه، وانا اديتها اللون ده وفتحت لها الشوايه شويه. لو انتي مش عايزه اللون ده وعايزاها اللي هي تبقى بيضه كده، مفيش اي مشكله خالص. عايزه اقول لكم كانت طريه وسواها تحفه وبيضه من جوه، طعمها كده كان جميل قوي. طبعا كان واقع منها كده موتزاريلا على جنب فخلاها لزقت شويه، يعني اللي لازق ده هو اللي لازقها شاورما، هي ما اتحرقتش ولا حاجه. انا هوريكم كل واحده من تحت سواها عامل ازاي بالظبط، كلهم سوا واحد وكلهم سواهم مظبوط جدا. شايفين الشكل يا جماعه، وكبيره ما شاء الله، يعني تاكل وتشبع يعني. شايفين الطراوه بتاعه العجين ومن تحت عامله ازاي، كل سواها واحد. هوريكم برضو الصينيه التانية دي برضو سواها عامل ازاي، شايفين. هفتحها لكم من جوه برضو عشان تتأكدوا ان العجين بتاعنا حلو جدا. العجين طالما عجنتيه كويس وطالما خمرتيه كويس، اعرفي ان انت هتاخدي نتيجة حلوة جدا. اهو شايفين الطراوة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، وبصوا من جوه بيضة وجميلة ازاي. جربوا الطريقة بقى هتعجبكم جدا ان شاء الله. الطريقة بقى تعجبكم، تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. كنت انا معاكم شيماء مدحت في قناة اكل لذيذ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.